لان سين إديور أنا كوين يبغى هذه المذ يا ان تكست ندهبي عبروس يا ان تكست دو سالم شاكر سميس لا كوسموغوني بربر. Il circule sur Internet, donc il suffit de taper Google. أتواليم ذا شو يدي قيمن ذو خمم الجدود النغ نزيكني وين يشودن غير ثونات وين يشودن غرو ريسران مثلا انسيد كان يمذانن انسيد كان الجدود النغ نكون ينفروري تمطوط يسميس يماس ندونيث لا بروميير مير دو موند. دا شو اللي يماس ندونيث كي انسيد فغ يماس ندونيث زباباس ندونيث ويدي بغان انا ظهر les mythes fondateurs de la Kabbalité, de la Mazirité, il faut lire Léo Frobenius. Léo Frobenius, c'est un ethnologue, anthropologue allemand de réputation, très grande réputation mondiale. Il a un institut à Francfort, Smith, Plymouth évidemment. Il a été en Kabylie en 1914. Il a recueilli les contes kabyles concernant la cosmogonie. يعني la mythologie القبائل يدور داك يستمر القبائل ويقيم واحد 4 شهور 5 شهور وقفي ورا وين ناس يحكون تاكوازنا كويس قرناس ونزمير راه نقد نحكو تلويحة ندونيث لا باليت دو لا في تلويحة ندونيث كي ذيوث تلويحة جان سيدي مازيغن وران انسيد كان زوران نسل. C'est devenu un ensemble de mythes. Il là, il m'a sendoni, baba sendoni, ainsi de kan Yarsewan, ainsi de kan Yithran, ainsi de kan kada. يغال يوفان كتدرت رث وشيف كتدرت ناس بو مهدي يوفان يمغارن يزدي حكان يزدي ملان تيموشوها في قبورين يدي تدرن يزوران للقبائل. Je vais fermer la parenthèse. Donc, vous trouvez Léo Frobenius, il écrit un livre en allemand, 1922, 4 tomes, les contes kabyles. Il a été traduit en 1998 par Mokran Feta. C'est un germanophobe kabyle. درجة يهدر الألمانية يرد تيموشو هيا جينا يخدم ليو فرو يدي جمع